بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. الحلوى هذه ولا الوصفه هذه هي اللي راهم كامل يقولوا عليها بلي هبلت الرجال في القهاوي وراهم دايرين الصف باش يشروها. انا اليوم جبتها لك بوصفه سهله، سهلت عليك الوصفه. اول حاجه ناخذ هذاك الكاس تاع الزيت مع نص كاس تاع العسل ونخلطوهم بالبراميكسور باش يندمجوا معنا وما نكونوش محتاجين نغلوهم فوق النار باش نخلطوهم. هكذا نخلطوهم باش يندمجوا برك ضرب خفيف، ومن بعد نديروهم غرفه كبيره معمره مليح تاع البيكربونات. نخلو الخليط جانبا، ومن بعد نجيبو هذوك زوج حبات بيض نحطوهم في الصلادي هكذا، ونزيدوا لهم رشه تاع الملح، ونزيدوا لهم نص كاس تاع السكر الناعم ولا سكر غلاس. نخلط غير بالفرشيطه، ما نسحق ني فوي ني باتور ني والو، غير بالفرشيطه وتجي النتيجه ولا اروع كيما شفتوها. سهلت لك الوصفه، سهلتها حتى ما كاش اسهل من هذه ما كاش. ومن بعد نجيبوا هذاك الخليط اللي كنا درناه مع بعض، خلطناه مع الاول بالبراميكسور، ونجي نحبط كامل الكميه تاع هذاك الخليط. نخلط شويه ونبدا نضيف الفارينه مباشره. هي عجينه كيما تاع الكروكي سوا. نجي نضيف الكيس تاع الخميره الكيميائيه ونكمل نضيف الفارينه على حسب حبات البيض اللي درتيهم. كي تولي العجينه عندك بهذا الشكل قسميها على زوج وديريها هكذايا. اذا حبيتي الكروكي يكون كبير كيما تاع المحلات ديري زوج، قسميه على زوج. اذا حبيتيه يكون صغير على هكذا اقسميه على 3 ودخليه يطيب نورمال كي ياخذ لك هذا اللون. روحي هنايا قسمي الاطراف هادو باسكو هادو اللي راح نديروهم من الفوق. جيبي معجون، كميه تاع المعجون اي معجون عندك، ودهني اللي بودا هادو ورشي فوقهم هذاك الخليط، هذوك الاطراف اللي كنا فتتناهم. من احسن تصيريهم باش يعطوك هذه النتيجه. وخلاص هذا هو الكروكي، ساهل ماهل، ما فيه لي تعقيدات نقعد تغلي في الزيت نقعدي حركي فوق الفرن باسهل طريقه. وبعد تقطعيه وتقدميه بهذه الطريقه يجي ولا اروع. ما تنساوليش هذاك اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يلحقكم جديد الوصفات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.